كاظم الساهر مطرب شاب مثقف جاء من بلاد الرافدين من فوق أشجار النخيل الطيبة ليمطر بثماره الشهية متذوقي الفن الأصيل. هو بحق سفير الأغنية العراقية. كاظم الساهر ألبس الأغنية العراقية ثوبا جميلا وراقيا يعتمد على الكلمة المعبرة واللحن الشجي والصوت العذب بالإضافة إلى الأداء الأخاذ. بداية نرحب بضيفنا على الأردن الفنان كاظم الساهر وضيفنا على برنامجنا. أهلا وسهلا بك فنان كاظم. أهلا وسهلا بكم، وهذه فعلا فرصة طيبة ألتقي جمهور العزيز، الجمهور الطيب اللي طالما استقبلني بالورد وكلام الإعجاب الجميل، واللي طالما أول سفرة إلي هو مروري ببلدي العزيز الأردن، فأحمل المحبة والاحترام لعيونكم وأقول لكم صباح الخير. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الفنان كاظم الساهر يغني بإحساس شديد وشديد جدا. هل هذا الإحساس نابع من تجربة شخصية حزينة ومؤلمة في حياة كاظم الساهر الشخصية جعلته يفجر أعذب الألحان وأجمل الكلمات؟ هو أكيد لما تكون الأغنية صادقة بموضوعها، وبعد ما تكتب من البداية، وتكون مثلا فكرة عندي أو موقف في حياتي، إذا كان حزين أو كان مفرح، بعد ما نجلس أنا والشاعر، إذا كان كريم عراقي أو عزيز الرسام أو منذر كريم، أو مرات أنا أكتبها، فعد ما تكتب من أول سطر وأكون أنا موجود فيها وأعيش قصتها. حتى قصة الأغنية عد ما تكتب مرات مثلا تأخذ معنا أيام بلياليها، ومرات مثلا يحالفنا الحظ ونكمل الأغنية بأسبوع. فأكيد عد ما أغنيها حغنيها بصدق، يعني بصدق. وحتى مرات من أكون على المسرح صح أمامي جمهور، لكن أربط جسر ما بين روحي وبين الموقف اللي مريت به، ومن خلال هذا الموقف أبدأ أغني بشكل صادق، أوصل للجمهور، ألامس روح الجمهور. إذن هو من الروح إلى الروح. فالحمد لله أنه لحد الآن كل الأعمال إنه ما صارت أقدمها الناس إلا بعد معاناة، إلا بعد أنا أعيش معها قصة. نعم. فنان كاظم، بعضهم يقول أنه لو كنا في الماضي أطلقنا على عبد الحليم حافظ لقب مطرب الأغنية الرومانسية، فيحق لنا الآن أن نطلق على كاظم الساهر لقب مطرب الأغنية الواقعية. ما هو تعليقك؟ الكل لا ينكر أنه إحنا ربينا وإحنا صغار وكبرنا أنه إحنا نسمع أغاني عبد الحليم وأغاني عبد الوهاب. فعلا أخذنا من المدرسة الكثير، المدرسة العربية العراقية. أنت ما تنسين أنه أنا أكتب الشعر، عمري 13 سنة وأكتب الشعر وأقرأ وأحب أكتب حتى الروايات، وإنسان عاطفي جدا. فتثيرني أي مشكلة داخل مجتمعي إذا كانت من صديق كثير اهتمامي. يعني إذا مثلا صديق شفت الحزن لما على عيونه، فأظل يعني لحد ما أطلع ليش مثلا حزين، وإذا بي أطلع الحزن من صدره، فما أقصر، عاطفي جدا. كيف المواضيع الحزن أنه أنا أقاسيها، يعني قصصي الخاصة. فالإنسان طالما يعيش في هذا المجتمع أكيد راح يمر بتجارب كثيرة. التجارب رغم قسوتها، رغم معاناتها، فعلا علمتني وربتني وخلتني أكون شخص أنه من أختار موضوع أختار من أعمق الناس، من مشاكل الناس. التعب ما راح بلاش، وفعلا ثمرة التعب هذا هو وصول الأعمال اللي لكل المستمعين، لكل فئات الأعمار. يعني مثلا ما تناولت موضوع سطحي، أخذت من مشاكل خاصة أو من أفراحي، من أحزاني، من مشاكل أصدقائي، من المجتمع اللي عايش به، وعطيت للناس. صار كل واحد يسمع يحس إنه هي الأغنية إله. يعني كل واحد يسمع الكلام موضوع الأغنية، فيجي يقول لي وكأنما هاي الأغنية مغنيها إلي، موضوعي الخاص. فالحمد لله أنه فعلا ما قدمت شيء بسيط. ما حاولت أنه أتناول مواضيع أنه مع العلم المواضيع البسيطة، مع العلم إحنا نعاني من معاناة بصورة عامة المجتمع الشرقي تتكلم عنها. فمعاناتنا أعمق، ومواضيعنا بداخل روحنا أعمق من ما نتناولها، من ما نشوفها بعيوننا.
فبدل ما أحرك البدن للناس أحرك روحهم، أداعب روحهم ويتحرك معها الجسم كله، يتحرك مع الروح، تكون شيء جميل. إضافة إلى الواقعية، فأنا غنيت الرومانسية أكيد، الرومانسية مثل محروس من عين البشر وأولهم عيوني، ويا ليل لا تنتهي، وسلامتك من قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله، يعني من الغزل ومن الرومانسية. إني خيرتك فاختاري، قصيدة الشاعر الكبير نزار قباني. لم يجرؤ أحد على ما أعتقد على أنه يقترب من هذه القصيدة ويلحنها ويغنيها بالشكل الجريء الذي فعله كاظم الساهر. فما رأيك؟ قصيدة إني خيرتك فاختاري الكل سامحها بالديوان، والكل أكثر الناس حافظيها حفظ، كل فئات الأعمار. فمن أتجه إلى مثل هيك قصيدة أنه فعلا فيها خطورة، فيها جرأة، فيها أنه يا أعطيها مستواها بالتلحين وأخلي الناس أنه تحسها جديدة، نعم. يا أنه ما أتقدم عليها خلص. فلحنتها في زمن حرب صراحة، يعني على الشمعة. أنا إني خيرتك والصواريخ تنزل على بغداد وشمعة وأنا وعودي، والحمد لله أنه نجحت وصارت تطلب من عندي بكل حفلاتي، وحتى الأستاذ نزار قباني أنه شكرني عليها. فنان كاظم الساهر، جمهورك بنتظرك الآن وبتابعك من وراء كاميرا ومن وراء شاشة يسعد صباحك. إيش بتحب تقول للجمهور على العود؟ على العود؟ نعم. أول مرة أقول أحبابي أنتم، محبتي لكم وعيوني لكم، ومثل ما وعدت من البداية أنه عمري وسعادتي لعيون جمهوري العزيز. سلامتك من نعم. سلامتك من سلام.